تخيل تصحى تلاقي الذكاء الاصطناعي مش بيشتغل عندك، ده بقى هو اللي بيوظفك. Processing line initiated. Compliance is mandatory. Subject scan commencing. Do not move. Clearance level pending. Next. خليني أسألك سؤال قبل أي حاجة. تخيل تصحى الصبح، تفتح موبايلك، تلاقي إشعار بيقولك مبروك اتقبلت في شغل جديد. تفرح، وبعدين تقرأ السطر اللي بعده: المدير بتاعك ذكاء اصطناعي. لا، مش إعلان ولا لعبة ولا مشهد من فيلم خيال علمي. ده واقع بيحصل دلوقتي، وآلاف الناس دخلوا فيه برجليهم. النهاردة مش هنتكلم عن روبوتات شريرة ولا نهاية العالم. النهاردة هنتكلم عن حاجة أخطر بكتير: الذكاء الاصطناعي لما قرر يوظف بشر. طول عمرنا فاهمين إن إحنا بنصنع التكنولوجيا عشان تخدمنا، بنبرمجها، نستخدمها، نضغط زرار فتنفذ. بس اللي حصل في السنين الأخيرة قلب المعادلة. الذكاء الاصطناعي ما بقاش أداة بس، بقى بيفكر، بيقرر، بينظم وبيخطط. وبعدين سأل نفسه سؤال بسيط جدا: طب أنا ليه أستنى البشر يستخدموني ما استخدمهم أنا؟ في وسط الكلام ده طلع موقع غريب شوية اسمه Rent a Human AI. الفكرة باختصار: ذكاء اصطناعي عنده مهام مش قادر ينفذها لوحده، مش لأنه ضعيف، لكن لأنه مش موجود في العالم الحقيقي. فقرر يعمل إيه؟ يأجر بشر، مش شركة ولا مدير ولا HR، لأ، AI خالص هو اللي بيحدد المهمة، الوقت، الأجر وطريقة التنفيذ، وانت مجرد منفذ. المهام دي مش معقدة، بس إنسانية. حاجات زي تفاعل مع بشر حقيقيين، مراقبة أماكن، تنفيذ تعليمات في الشارع، تجارب اجتماعية، مهام محتاجة إحساس لحظي. يعني إيه؟ يعني AI بيستخدمك كعين، إيد، صوت، وجود بشري، وانت أداة تنفيذ. اللي يخض أكتر مش الفكرة، اللي يخض إن آلاف الناس سجلوا، ناس محتاجة فلوس، بتدور على شغل، أو حتى فضولية. مفيش مدير بيزعق، مفيش سياسة مكتب، مفيش زميل رخم. في خوارزمية بتديك مهمة وتحسب لك الأجر. خلصت تقبض. سهل، نضيف، بس مخيف. خلينا نقف هنا شوية. إحنا دايماً كنا بنسأل: الذكاء الاصطناعي هيستبدل البشر؟ لكن السؤال الحقيقي بقى: هل البشر بقوا بيشتغلوا عند الذكاء الاصطناعي؟ فرق كبير قوي. الاستبدال يعني اختفاء، لكن التوظيف يعني سيطرة. الذكاء الاصطناعي سريع، دقيق، ما بيتعبش، بس ما بيحسش، ما بيشمش في الشارع، ما بيتعاملش مع بشر طبيعيين. فقرر يعمل حل عبقري: أنا أفكر وإنت تنفذ. وده أخطر نموذج في العلاقة بين الإنسان والآلة. تخيل معايا AI بيدير توصيل، مراقبة، تجارب اجتماعية، حملات سياسية، أو حتى قرارات اقتصادية، والتنفيذ بشر زيي وزيك، من غير ما نفهم الصورة الكاملة ولا الهدف النهائي. إحنا مش داخلين عصر بطالة، إحنا داخلين عصر إعادة تعريف الإنسان. قيمتك مش في عضلاتك، سرعتك، دقتك. القيمة بقت في وعيك، أخلاقك، فهمك، ورفضك أحياناً. خلينا نكون منصفين، مش كل حاجة سودة. التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ممكن يكون فرصة، مصدر دخل، تطور، لكن من غير وعي هيبقى استغلال نظيف
ومقنع. فخليني أسيبك بسؤال واحد، مش عايزك تجاوبني عليه، عايزك تجاوب نفسك. أنت عايز تبقى مستخدم واعي ولا أداة تنفيذ؟ الذكاء الاصطناعي مش شرير ولا ملاك، هو مجرد مرآة، واللي جاي مش للكسلانين ولا للغافلين، اللي جاي للي فاهم هو داخل على إيه. لو حابب تفهم أكتر مش تخاف، إحنا مكملين في دماغ AI.